صالح لاعبينا. جميل. كابتن باسم، يعني ثمة امور حدثت في اروقه المنتخب العراقي، اعتذارات، ظهرت الاعتذارات اللي اصبحت بشكل كبير ما كانت موجوده حتى في زمنكم انتم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شكرا جزيلا لك على ضيافتك، واكون اني يعني جدا ممنون انه اكون ولي شرف متواجد مع الكباتن. شكرا. بصراحه شوف كابتن، يعني انا الفتره اللي قضيتها مع المنتخب فتره طويله، يعني من سنه 2000 تقريبا لحد سنه 2012 او 13 انا كنت متواجد مع المنتخب، فاعرف الامور اللي تدور، يعني خاصه من مشاكل من امور اخرى تدريبيه او امور مثلا من ضمن الاتحاد او الوفد اللي كان متواجد معنا، كنا نسافر في بطولات او مباريات وديه. يعني مشاكل مو وليده اللحظه، موجوده مشاكل؟ موجوده، لكن كنا نحتويها بصوره يعني سريعه، ما نخلي المشاكل تطلع للاعلام او تظهر للشارع الرياضي، لانه راح تاثر نفسيا على اللاعب او تاثر نفسيا بشكل عام يعني على الشارع الرياضي. يعني من كان يحتوي الازمه كابتن باسم؟ انتم كلاعبين ام يعني حتى كادر الاتحاد كان يحيط بهذه الازمه؟ لا شوف، اللاعب نعم يحتوي بس بنسبه قليله جدا، لكن العامل الاساسي هو المدرب بصراحه، يعني هو اللي يكون متكفل بهذه الامور، والمدرب عامل اساسي داخل الملعب. المدرب عامل اساسي. اذا كان اكو شخصيه قويه، مدرب متواجد شخصيه قويه، ما راح تحدث اي مشاكل، وان حدثت فهي تخلص بنفس الوقت، لانه المدرب بصراحه يعني المدرب اللي بصمته، يعني انا لاحظت كابتن راضي تحيه له، من كان متواجد معنا مع المنتخب اي مشاكل ما بيه، المنتخب بدا يعني يمشي على مسار صح، اللي هو مسار احنا فاقدين المسار التربوي بكل صراحه، لانه اللاعبين والاجيال اللي اجت بالفتره الاخيره دائما هم تعرف يعني احنا ما نعتمد على التربويه اكثر من ما نعتمد على اللاعب يكون زين او مو زين، يعني يكون من ضمن تشكيله المنتخب او من ضمن تشكيله النادي. احنا دائما نعتمد على انه هذا اللاعب زين خلاص، انه لابد انه يكون متواجد مع المنتخب، لكن من تنظر انت الى اخلاقه، هي انا اعتقد هذا اهم شيء، يكون الاخلاق على مود تكون المسار صح من ضمن يعني الامور الفنيه، ومن ضمن المنتخب يمشي بمسار صح. فالمشاكل متواجده نعم. انا اقول لك اليوم صار اتصال مع شخص معين مع الوفد العراقي في تايلاند، وتكلمت معاه يعني بخصوص ايش دار من حديث وياه؟ بخصوص ياسر. بصراحه يعني قبل يوم من المباراه كان على الغداء، يعني ياسر انه قال خلاص انا بعد ما راح اكون متواجد مع المنتخب ولا مع في هذه المباراه، فقدم اعتذاره، فتكلم وياه هذا الشخص تقريبا ساعه كامله عن السبب، انه السبب شنو، فكان متحفظ ياسر، لكن انطى يعني رؤوس اقلام انه اكو تكتلات بالمنتخب، اكو شخص هو ينهي ويامر بالمنتخب وهو سبب هذه المشاكل، ما ذكر اسم امانه. هو ما ذكر اسمه، بس انت من خلال تصريحاتك الاخيره ذكرته بالاسم. انا اذكره هسه مو بس تصريحات، يعني يونس محمود هو من زمان مو هسه، يعني هو من زمان يعني كان متسلط على المنتخب، متسلط حتى على يعني على رؤساء الوفد اللي كانوا متواجدين، الى كلمته على المدرب حتى في التشكيله. يعني هذا الكلام اللي نسمعه بيدور في الشارع الرياضي انهم ليست باشاعات، انما هي حقائق. هذا حقائق انا عشت. طبعا انا اعذر الشارع الرياضي، لانه الشارع الرياضي ما يعرف الامور كلها. ليش؟ انا محتك ويا كابتن يونس، وانا ما عندي اي مشكله وياه شخصيه ابدا، لكن انا يؤسفني انه هم يعني ربما سائل يسال والشارع الرياضي بدا يتساءل، لكن ربما باسم عباس عنده خلافات شخصيه ويا يونس محمود، ليش ما كان يتحدث باسم عباس من خلال تواجده مع المنتخب عن تصرفات يونس؟ ليش هسه الان بالذات؟ نعم هذا سؤال جيد. انا بصراحه تعرف يعني الوقت والامور تكون حساسه جدا، يعني انا تكون متواجد مع المنتخب ما اقدر اتكلم. انا اكثر من تصريح طلعت في مباراتنا ضد قطر في الامارات. يعني لو تكلمت تعتقد الاستبعاد يكون حاضر؟ مو استبعاد بالنسبه لي، لا وحرمان ايضا، حرمان استبعاد اكيد. وطبعا وتهددت انا بهذا الموضوع بصراحه، بكل صراحه تهددت داخل نعم. صارت موضوع مع قطر، تهددت انه اذا تتكلم راح نحرمك، فانا ما تكلمت، بديت يعني قلت اكو طبعا الاتحاد، اي طبعا الاتحاد السابق من الحالي اللي كان برئاسه ناجي حمود، لا كان برئاسه حسين سعيد. فالامور متواجده، يعني كابتن يونس ما عنده مشكله وياه شخصيه ابدا، لكن انا يؤسفني انه احنا كجيل
كجيل انه ما صعدنا لكاس العالم. وهذا شيء يعني حزب نفسي بصراحه. ما اريد هذا الجيل الحاضر اللي متواجد حاليا انه هم يصعد ويتكرر به هذه الامور وما يصعد لكاس العالم. فانا دائما اكون مدافع عن وطني 100%. خرجت من قطر على مود العالم العراقي والكل يعرف هذا الشيء. لكن اتمنى من شارع الرياض انه يميز بين الصح وبين الغلط، لانه هاي مصلحه بلد. ليس حب شخص فقط لترك منتخب كامل وسمعة منتخب لاجل شخص معين، لا بالعكس، انتم المفروض تكونون مع المنتخب العراقي ضد الشخص اللي يعمل مشاكل وضد الشخص اللي يتدخل بامور الفنيه ايضا. حتى الامور الفنيه؟ حتى الامور الفنيه يعني نعم. احنا بال 2007 تشكيله الفريق يتدخل بها كابتن بال 2007 كان هو حسين سعيد يدخلون التشكيله. كان فييرا يجي يستلم بس الورقه من يونس محمود بالتشكيله. خلي احنا نقرا على مسامع المشاهدين الكرام وعلى مسامعكم نص الرساله اللي كتبها الكابتن يونس محمود على موقع التواصل الاجتماعي في صفحته الشخصيه. السلام عليكم جميعا، كنت اتمنى ان اتحدث اليكم ومعنا 3 نقاط من مباراه اليوم، لكن قدر الله وما شاء فعل، ونعدكم بالنقاط ال3 مع فيتنام وتصدر المجموعه. اخواني واخواتي، انا يونس محمود ابن العراق ومن المدينه الصغيره، تربيت من خلال على حب العراق مهما كان نسبتي ومن اي طائفه كانت. ليس هناك فرق بين الصغير والكبير، يعني مهما كان نسبه ومن أي طائفة كانت، ليس هناك فرق بين الصغير والكبير إلا في موضوع الاحترام، لأنني تعلمت ذلك وأنا صغير. إخواني وأخواتي، جلست اليوم ساعة كاملة مع اللاعب ياسر قاسم، والآن غادرت غرفته وتحدثت معه كثيرا وأبديت أسفي على قراره، وكان من المفترض أن يخبرنا به نحن زملائه اللاعبين، وطلبت منه أن يعدل عن قراره، وسوف نقف معه جميعا لأنه لاعب مهم ونحتاجه في مستقبل الأيام. ياسر تحدث معي وكأن شيئا في داخله وعلامات الحزن على وجهه، ولكن وعدني بالعدول عن قراره وسوف يفكر في هذا الموضوع هناك في لندن. وأتمنى منكم كجماهير التعامل بلطف معه وعدم التجريح باللاعبين سواء كان ياسر أو أي لاعب آخر. أخيرا أقول سامحه الله الذي اتهمني بأنواع التهم ووقف ضدي وتحدث عني بسوء. أنا كتاب مفتوح، والحمد لله أعطانا الله موهبة الحديث دون تملق أو خوف. فلم أقف يوما بإبعاد لاعب أو استدعاء لاعب، والله على ما أقول شهيد، وهمي الوحيد مع إخواني هو إسعاد شعبنا العراقي. كابتن باسم. كابتن يا طبعا بالمناسبة هذا الكلام احنا نعرفه شنو؟ يعني شنو تعرف؟ نعرفه كل هذا الكلام نعرفه. التنظير؟ على التنظير، على الكلام، على الأمور اللي تجري داخل المنتخب، هذا كلها ظاهرية، لكن الباطن غير هذا الكلام اطلاقا. يعني هذا نقول عليه حكي اعلام واكو ناس تكتب له واكو ناس يعطيها رواتب. شنو يخلي كابتن منتخب وطني عراقي وصاحب طبعا من يشوف هجمه عليه طبعا لابد انه يبرر نفسه بهالكلام هذا. يعني انا احكي لك فد موقف، يعني انا مو اذا احكي واكشف المستور لا راح اخلي العالم تنقلب ضده كلها حتى اللي يحبه. احكي لك فد موقف يعني كانت في 2000 كثير من القضايا اللي في داخل كثير من القضايا هو اذا يسمعنا هسه يعرف كثير من القضايا مخفيه اصلا، بس ما يصير انا اتكلم بها، هم راح يقولون ما يصير تتكلم بها لانه هو صديقك. احتراما له وتقديرا له ما راح اتكلم بهذا المنطق، ولا راح اوصل اني وانزل نفسي الى اللي هو خلينا على اللي سواه. خلينا على هذا الرساله. نعم. شوف طبعا بال 2007 من كانت كاس اسيا تعاركوا وهو صارت مشكله معينه. نعم. داخل الملعب وصارت بوكسات بالمنزل. وطلع ثاني يوم ياخذ صوره ويا هوار ويقول ماكو شيء وهذا، وهم اصلا ما يتحاكون بوقتها. اجى الغرفه كان كرار وياي بنفس الغرفه واجت هدد علي وبكلام غير مقبول، وانا فاككتهم وصلت بيناتهم. وبالمباراه طلب من فييرا غيره يمكن اخر ربع ساعه ونص ساعه الكرار. يونس طلب من عنده يغيره الكرار. وموجوده المباراه واللقطه هم موجوده مصوره فعلا مصوره. كثير من الامور، يعني مثلا بال 2007 قبل لا نذهب الى كاس اسيا كانت عندنا غرب اسيا اذا تتذكرها، كان موجود فييرا. فكان الكابتن حيدر عبيد بوقتها، فحيدر عبيد كان متواجد ضمن التشكيله، هو الكابتن والتشكيله طالعه نهائيا. اجى يونس محمود من قطر، اجى لقى الكابتن حيدر عبيد بتبليغ من فييرا، اخذ غراضه بنفس اللحظه وطلع قال انا ما ارجع اذا مو انا الكابتن. زين. ورا ساعه اجى كابتن رحيم حميد بلغ حيدر عبيد انه هو خارج اسوار المنتخب
لسبب الكابتنيه. فطلب حيدر من عنده انه يقابل فيارا، فاجى الكابتن فيارا قال له ليش انا خارج المنتخب؟ انا كابتن فريق وانا كل مباراه يعني متواجد بيها ومن ضمن التشكيله. قال له القرار مو الي، القرار من كابتن حسين سعيد انه يونس يبقى كابتن، واذا انت متواجد ما يصير انت كابتن، فلا بد انه نطلعه خارج اسوار المنتخب. فطلع حيدر عبيد، واذا انتم مستعدين اتصلوا على حيدر عبيد راح يكتب لكم الخبر. فطلع حيدر عبيد من المنتخب بسبب الكابتن. ثاني يوم رجع يونس الى المنتخب. هاي انتهت. في مشاكل كثيره صارت داخل المنتخب سببها يونس. مثلا هوار تكلم عليه والكل يعرف بالشاشات. صرح، نعم. صالح سدير ايضا كرار، ايضا عماد محمد ايضا، كابتن احمد راضي ايضا. يعني هل من المعقول انه كنا غلط هو صح؟ هو راد يزيح كل لاعب او كل نجم يكون متواجد ضمن المنتخب، يزيح على مود هو يبقى من ضمن التشكيله، من ضمن المنتخب، مسيطر الوحيد. لان احنا كنا معارضين على قرارات الخاطئه كلاعبين كنجوم متواجدين، كنا نضايقه في مركزه. يعني اكو ناس وايد تقول ها باسم كبير لا هو اكبر مني. احنا ما نريد نتكلم بالمواليد وبالاعمار، لان من الممكن هذا تكون نقطه ضعف على الاتحاد او على الاعمار او على المنتخب. ما نريد نتكلم بهذا الشيء، لكن اكو امور مخفيه. نعم انه هسه انا اقدر باكر اكتب اي شيء او اي مقاله على الفيس. هسه بجزئيه الرساله الاخيره يعني اعتقد هو قاصدك، يعني 100% قاصدك. لا هو مو بس انا قاصد، هو بصراحه قاصد هوايه ناس تكلمت عليه، وناس انه لابد انه تعتزل. طبعا بالمناسبه انا من اتكلم هذا الكلام لمصلحته الشخصيه. ربما تصريحك يعني اكثر تاثيرا على كابتن يونس، بانه انت اليوم كنت احد اعمده المنتخب الوطني، وبالتالي ربما كلامك له تاثير لدى الشارع الرياضي، وبالدليل انه الشارع الرياضي دائما مع تصريحك. انا اكو امور اكون صريح بها جدا لمصلحه المنتخب، لمصلحه العراق. حتى لو كان والدي ضد المنتخب او يكون مؤثر ضد المنتخب لا اتكلم عليه، لان انا وطني وانسان صادق، ما اخاف لا من يونس ولا مع احتراماتي للكل. انا الغلط اللي اشوفه قدام عيني لابد انه اتكلم به، انا مدى اكون امام الله انا صادق. فاكو امور كثيره مخفيه ما نريد نذكرها، هو يسمعني ما نريد نذكرها. اذا نتطرق لها فراح اني اسوي مشكله كبيره جدا، فما اريد اتطرق عليها. وراح اتطرق المساله واحده بس. تفضل. مباراتنا ضد قطر في دبي، نعم، ليش ما لاعب يونس محمود؟ سبب هو يعرفه، انت هو يعرفه، انا عارفه طبعا اعرفه. وكلام عدنان حمد تقدر تروح بهذا السبب؟ ابوح بي بس مو هسه. من اشوف منه كلام مثلا مؤثر لا راح احكي. عدنان حمد شخصيا الي قال لي تشتغل على رد الفعل انت كابتن باسم؟ عدنان حمد الي شخصيا قال لي باسم مع الاسف انا كنت اثق بشخص معين يعني على يونس، ضربنا من ورا بخنجر. هذا كلام عدنان حمد، لانه اخر ربع ساعه قال له قوم انزل. هو رفض من البدايه يلعب، اخر ربع ساعه قال له قوم انزل. فكان يعني حتى متباطئ، وكنا خسرانين 1-0، كان متباطئ ويعمل حركات على مود ياخر ما يشارك بالدقائق الاخيره. كابتن باسم، يعني بحديثك قبل قليل انه الكابتن يونس محمود هو سبب يعني ابعاد اللاعبين، مسلسل ابعاد اللاعبين. يعني اذا ما تحدثنا انه مساله ابعاد نور صبري في عام 2009 في كاس القارات، كان الى ضلع نور كابتن يونس محمود في كاس الخليج 18، وخسارتنا امام السعوديه، ويعني عقوبه رزاق فرحان واحمد كاظم وبعد لاعب اخر عماد محمد. هم الى كابتن يونس محمود ضلع في هذه الاحداث؟ لا هذه لا ما لها علاقه، لانه بصراحه سببها كان اكرم سلمان. لانه طلب من عماد محمد قال له بوقته مو يصير هداف براسي، نعم. يعني اخاف تصير لك فرصه مو تقولها، يعني بصوره واضحه انه لا تقول لا تسجل اي هدف. يعني كان اتفاق على نتيجه المباراه بالضبط. فكانت هذا السبب، فبداوا انه اللاعبين لابد انه يتكلمون بهذا الموضوع وانه يوضحون الصوره للجمهور بسبب الخساره. فتكلموا انحرموا من قبل الاتحاد. فاحنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا انه اللي يحكي الحقيقه العالم يعني يصير ضده، انه توضيح انه يابا انه هالامور هذه الخطا اللي قاعد تصير سببها فلان وفلان وفلان. فلا بد انه هؤلاء اللاعبين او هؤلاء اعضاء الاتحاد او هؤلاء المدربين لابد تغييرهم لمصلحه البلد ولمصلحه المنتخب. هم يصورون انه الكلام يعني شيء شخصي او شيء مثلا انه انا اكره فلان واتكلم عليه بالصحافه وبلا، لا بالعكس. نعم. بس اكو شيء اسمه مصلحه، اكو شيء اسمه صح. اكو كثير من الامور يعني حتى
انا اتذكر كابتن راضي من اجى من استلم المنتخب، اول ما بدا بالامور الضباطيه بصراحه، لانه احتاج وقت على مود يقدر انه يضبط بعض اللاعبين. فبدا يعني من يونس ونازل، بقى يونس ما حضر وحده تدريبيه، وبقى نايم بالبيت، وطلب انه لابد انه يحضر، وتكلم معاه بالموضوع، وثاني يوم كررها وما حضر، فصارت امور واشكالات، فاعتذر كابتن راضي. كان مدرب سيدكا بوقتها في تركيا، كان عنده معسكر تدريبي تقريبا بحدود ال 15 يوم الى 14 يوم قبل نهايات اسيا في قطر. يونس محمود 3 ايام فقط يتمرن الصبح، المعسكر كله 3 ايام طلع التمرين الصبح ويتمرن، يعني بدون يعني لا ابالي، واحنا كل الوفد نتمرن الصبح وعصر. زين، صار له مثلا خلينا نقول موسمين او صار له سنتين بدون نادي، يعني اي لاعب غير يونس بدون نادي هل هو يستدعي للمنتخب؟ مستحيل يستدعي. فاكو امور، يعني اكو اسرار داخليه مع اللاعب ومع الاتحاد. زين، راح نرجع لك لهذا كابتن باسم. يعني تحدث على مساله سطوه الاشخاص في منتخبنا الوطني. تعتقد شنو المؤهلات اللي يخلي لاعب مثل نجوميه الكابتن يونس محمود يتنفذ بكل قرارات المنتخب ويتدخل بكل شارده وارده في المنتخب الوطني؟ شنو تاثيره؟ يعني ما هو التاثير اللي يمارسه هذا النجم على اللاعبين، على الكادر التدريبي؟ والله شوف، التاثيرات كثيره، يعني انا منها يعني من خلال مسيرتي مع المنتخب، من خلال تواجدي، يعني هو متواجد كان معانا. يعني انا اتذكر حتى كانت المكافآت، يعني الاتحاد يرفض انه يكون يعني ينطي مكافاه لسبب عدم يعني ما عنده فلوس بالوقت الحاضر، فهو ينطي من يمه. انا انت سبقتنا، بدي اقول لك انه اكو مقوله انه تصريحات انه لا مو يصرف على المنتخب. بالمناسبه مو بس المكافآت، رواتب ايضا، معسكر الفريق ايضا، يعني دفعت توصل تقريبا بحدود يعني بالمكافآت انا اتذكر $300,000 يدفعهن كابتن مره، يدفعهن، سحبها من المول وجاب لنا اياهن. ومره اشتركوا نشأت وعلي رحيمه ويونس محمود لدفع الرواتب. في زمن الكابتن حسين سعيد؟ لا، هاي قبل بزمن كابتن ناجح. ناجح حتى يعني ياخذ صكوك بها، ياخذ يعني كمبيالات. ياخذ كمبياله او سك. هسه ايش يطلب الاتحاد على هذا الكلام؟ اذا والله يجوز ميزانيه. فكان يعني هذا السبب كابتن باسم، يعني هو كان يساعدهم بهاي الامور. يعني انا قلت لك اكو امور كثيره ما اقدر اتكلم بيها. يمكن الوضع، يعني الوضع حساس. المنتخب يجوز انه يقولون انه سبب تعادل المنتخب بدا انه يتكلم باسم بهاي المواضيع. لا بالعكس، انا من اتكلم بمصلحه المنتخب فقط لا غير. يمكن اكو ناس هواي راح تلومني بعد هذا اللقاء وتتكلم بالفاظ يعني مو صحيحه، بس انا راح اكون انت مع ضميرك مرتاح بهذا الحديث؟ جدا مرتاح، لانه ما دام حكيت اللي بداخلي. اتذكر اول ما اجوا اللاعبين المحترفين على قولة كابتن راضي، هذا الاحتراف الصح وهذا الكلام الصح لتسميه هؤلاء اللاعبين. اول ما اجوا كان علي الساعدي اللي جلبهم، اللي هو كان متكفل بامور اللاعبين المغتربين او المحترفين. في اربيل كان عنده معسكر تدريب، كان سيدكا متواجد. ورا 3 ايام تقريبا اجاني شخص اللي هو علي الساعدي، قال لي باسم اللاعبين نفسيتهم تعبانه، فتقدر تطلعهم مطعم تعزمهم. هذه قلت له ماكو مشكله. فجيت عليهم، اخذتهم سيارتي الخاصه وسياره ثانيه. نعم. ورحنا المطعم في تودي في اربيل، وجلسنا جلسه اخويه، عندي موجوده الصور. فسالت اللاعبين احمد ياسين بوقتها واللاعب ياسر وبعض اللاعبين اللي حاليا ما متواجدين، هم انه ليش نفسيتكم تعبانه؟ هذا قال قاعد نشوف انه اللاعبين يعاملونا بصوره يعني مو حلوه، حتى في خلال وحدات تدريبيه ما يعطونا باص، في معاملتهم كلش يعني حساسه بالنسبه لنا، ما حسيناهم قريبين علينا. فقلت له من هو؟ فعد لي من ضمنهم يونس، يعني كان متواجد. فبصراحه انا قلت لهم لا، لانه بدايتكم وكذا، فتحملوا هاي الامور، وانتم ان شاء الله راح تكونون اضافه قويه للمنتخب. فبقيت حتى سيدكا يعني تكلم بهذا الموضوع، قال انه لازم تتعاملون بصوره صحيحه، انت دورك يونس محمود بهذا الموضوع. هو كان اول الناس المعارضين يعني
لقدوم هؤلاء اللاعبين، وكان يعني يقول ما بيهم ما يلاعبوا يعني بهالمعنى هذه. فبدا الكلام كثير يعني، وقلت لك اكو كثير من الامور يعني تحدث بالمنتخب. يعني انا كنت انا متواجد بها مع المنتخب، يعني امور يعني اذا اقول لك تتفاجئ والله، بس ما اقدر اتكلم بها كلها بنفس الوقت، لازم تكون على مراحل، حلقات على مراحل على مراحل، يراد وقت طويل، بس هي مو وقتها بالوقت الحاضر. انا سبق ان تكلمت قلت لك اكو امور مخفيه في قطر، في مباراتنا ضد قطر في دبي، وقلت هذه مو بوقتها اتكلم بها، اتكلم بوقت مناسب. نعم تكلمت انا قبل ايام وحدث ضجه في الفيس، كان تصريح صغير سوى ضجه. الان انت اليوم سيد من وقالوا انه باسم انه مو وطني، وباسم انه كذا. لا بالعكس، انا 4 لاعبين ثق بالله الكريم ودعت اولادي، وانا امام الله شاهد راح اكون، وكلامه هذا ان شاء الله يكون هو يعني صادق 100%. 4 لاعبين، انا كان عندي انزلاق الرابعه والخامسه والكل يعرف، وكنت العب على شكل اوبر، يعني ضربنا اوبر قبل اللعبه اوبرتين، وادخل ابو عبد الله المعالج، وادخل المباراه. بعد المباراه اتعلم ينحنى ظهري، لازم اروح في مكان حار، جاكوزي او مكان حار، على مود شوي شوي تكون اكو فد مرونه. فلاحظت 4 لاعبين ما كانوا محترفين اساسا في قطر، يعني ما عدا يونس، كان 3 لاعبين كانوا يضحكون بعد المباراه واحنا خسرنا 1-0 وهي تصفيات كاس العالم. فانت اذا اكو امور مخفيه ما حد يعرفها، والدول اللاعبين 3 احترفوا بعد المباراه في قطر، وانا لغى عقد $300,000 لحد الان ما مستلم من عندها، ودقوا لي منع في قطر، ما ادخل قطر لمده سنه كامله وحاربون. فاكو امور كثيره ما نقدر نتكلم بها، وخلي الجمهور يحكي، خليه يحكي، لانه انا ما دام واثق من كلامي وامام الله اكيد انت مسؤول عن هذا الكلام.